السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي حلويات ريم جنى. ان شاء الله لكم هذا الفيديو بخير. في الوصفه تاع اليوم طليت عليكم بهذه الوصفه الخفيفه تاع بطاطا مقرمشه، وصفه صيفيه بامتياز ما فيهاش بزاف الوقت وما تديش يعني الوقت بزاف، وامام طون بنينه راح تعجب بزاف ولادكم. كي تحلوا واش ديروا في الغداء ولا في العشاء ديروا لهم هذه البطاطا، اكيد راح تعجبهم ويعودوا يطلبوها منك بزاف. نقشروا بطاطا ونغسلوها نقطعوها بهذا الشكل. شغل رايحين نقليوها واش نجي شويه خشينه عليها برك كما راكم تشوفوا، ما تخشنوهاش بزاف باه طيب لكم. بعد ما نقطعوها كامل نتوما ديروا الكميه اللي حابين، يعني تحبوا تقلوا تحبوا تكثروا. انا استعملت 3 حبات ولا 4 متوسطي الحجم. بعد ما نقطعوها احنا رايحين هنا نشلوها من الماء، يعني نحيو هذاك النشا تاعها، ما نخليوهاش بزاف في الماء، غير نشلوها برك. ومن بعد نقطروها كي تقطر مليح كما راكم تشوفوا. هنا راني غير راح نغسلها، نقطروها مليح مليح من الماء تاعها، نديروها تقطر واحد 10 دقائق ولا حتى تقطر لكم مليح كيما بهذه الطريقه. من بعد رايحين نديروها تغلي، نديروا الماء في الماء والملح وزوج فصوص تاع ثوم، قطعوهم باه تمد لكم بنه تاع الثوم حتى تشوفوها يعني طابت. كي تمسوها تلقاوها طابت وما تخليوش تطيح مره، المهم تلقاوها طايبه. نحيوها نزيدو نقطروها ثاني من الماء هذاك ونخليوها تقطر مليح حتى تبرد. هنا لازم هذه النقطه مهمه، خليوها تبرد مليح مليح. وباه نديرو هذا الطريقه تاع نديرو في المايزينا باه ما تكسر لكمش. كما راكم تشوفوني درت انا ديروا واحد 3 مغارف كبار تاع مايزينا. هي الاولى، انا مع الاول درت هنا 2 مغارف مايزينا جاني قليل، زدت لها مغرفه، سما ديروا 3 مغارف مايزينا وحركوا مليح. كنتو حركوا غير بالعقل هكذا باه ما يتكسروا لكمش حبات البطاطا بهذه الطريقه. نحركوهم مره زوج 3 حتى كامل الحبات هذوك تقيسهم المايزينا. هنا المايزينا نديروها كطبقه اولى باه كي نزيدو البيض ولا شابلور تجي تتقرمش. شوفوا هنا بعد ما كامل يعني تمرغدوا في المايزينا تلقاو هكذا حبات تقسموا حبه ولا زوج مقسومين عادي، اقليوهم نورمال. نفرقوهم هكذا على بعضهم ونكونوا جبنا بيض ونخبطوا واحد 2 بيضات نخبطوهم مع بعض، ندير لهم شويه الملح واللي حبيتو تزيدوا له شويه فلفل كحل. ونلوحوا هنا الحبات تاعنا بالحبه نديروها في البيض ومن بعد نديرها في لاشابلور. انا لاشابلور تاعي هذا درت له فلفل احمر وكزبر وشويه فلفل كحل باه يمد لكم هذيك البنه كي تقليوه. نديرو هنا بزوج حبات 3 وفي نفس الوقت الزيت هنا راهو يسخن باه يعني تبداو قبل تسخنوا الزيت باه ديروا هذه العمليه تاع البيض ولا شابلور، باه مباشره ديروهم في البيض وتمرغوهم في لا شابلور تحطوهم طول في الزيت يكون على نار متوسطه باه كي ما يتحرقوا لكمش وهذيك الطبقه تتشكل مليح تجي مقرمشه وماشي تكونوا زايدين بزاف الزيت تحرق لكم ثمثم. شوفوا هنا كي نلوحوا الحبات ما نلوحوش بزاف، ماشي حتى نديرهم في نلوحوا بزاف ومن بعد يعني يحمر ثمثم والشكل تاعهم يفزد. لوحونا بشويه برك كما راكم تشوفوا. انا راهم داو اللون الذهبي. التحميره كما تحبوا تحمروهم بزاف، تحبوا تخليوهم دوري، انا خليتهم دوري برك. نحيو هذه الكميه ونزيدوا الكميه الاخرى حتى نخلصوا كامل الحبات اللي عندنا ويكونوا واجدين. تقدروا هنا ترافقوهم مع حميس مع سلطه مع ارز، يعني نتوما واش راكم حابين. هذه هي النتيجه النهائيه. انا درت هنا حطيتها مع المايونيز، نتوما تقدروا ديروا كاتشوب هريسه اللي عندكم وتجي بزاف بنينه ومقرمشه. ان شاء الله تنال اعجابكم وماهيش هازه بزاف الزيت. في فيديو اخر في وصفه اخرى ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.